السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعال نعمل مع بعض أطباق النشا أو نعمل مع بعض النشا بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا. أسهل حلو ممكن تعمليه في رمضان. هنا أنا حاطة لبن على النار، أنا حاطة كمية لبن، أنا حاطة لبن وعليها مية، يعني ممكن تحطي نص الكمية مية والنص التانية لبن، مش لازم لبن خالص يعني. وهنزل بالسكر بتاعي، السكر حسب الرغبة، حسب الرغبة اللي انت حباه، يعني عايزاه حلو تزودي، عايزاه مظبوط زي ما انت عايزة تظبطيه يتظبط معاكي. وهنزل ب3 معالق كبار جوزة الهند، بتخلي النشا طعمه حلو. ويكون عندي هنا نص كوباية او نص مج لبن بارد، هنزل فيه بكمية النشا بتاعتي. انا هنا حطيت حوالي قولي 5 معالق نشا كبار على الكمية اللي انا عاملة كمية صغيرة مش كبيرة، بس دي معلقة صغيرة. انا حطيت 5 معالق كبار نشا. وهنزل بحوالي 3 معالق كبار كريم شانتيه، بيخلي النشا طعمه جميل جدا، بيحلي الطعم وبيخليه جميل. هدوبهم كويس لغاية ما يدوبوا معايا. وهنا اللبن بيغلي معايا، هنزل باللبن بالنشا بتاعي اللي انا مدوباه في الكوباية، وايد تقلب، انزل بالشوية واقلب عشان ما يلكلكش معايا او ما يكلكعش ويخرز. هنزل لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي بالشكل ده، وايدي فيه على طول بالمضرب اهو. خلاص خلص على كده، والقوام كان مظبوط وزي الفل. هنغرفه في الاطباق بتاعتنا ونزينه باي مكسرات عندنا. انا هنا استخدمت جوز هند والزبيب، ما استخدمتش غيرهم. انت لو عندك اي مكسرات تانية حابة تضيفيها هتضاف وتبقى زي الفل. حابة تخليه سادة برضو بيبقى جميل وطعمه روعة والله. ولو حابة تضيفيله كريم كراميل من فوق وتزينيه بيه برضو بيبقى جميل. وكده خلصنا التزيين بتاعه وجهزناه في الأطباق. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.